السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا طلاب الثانوية العامة وكل طلاب التعليم في كل مراحله. النهاردة هنبدأ كورسات النحو بتاعتنا وهنبدأها يعني بداية كده صغيرة وبسيطة، والكلام موجه النهاردة مش للطلاب بس، لا للأمهات كمان، عشان تسمع قواعد النحو أس النحو العربي، عشان نبدأ نعلم عيالنا وهم صغيرين في مراحل الابتدائي والإعدادي إزاي يتعود على الإعراب وفكرة الإعراب الصح. بداية كده الطالب الصغير والكبير عشان يبدأ فكرة الإعراب لازم الأول حاجة اسمها تحديد نوع الجملة. يبقى أنا كطالب قدامي سؤال النحو أو قطعة أو بيت شعر أو آية قرآنية، المفروض أنا ببدأ أحدد نوع الجملة اللي بشتغل عليها، ولتكن مثلا الجملة بتاعتي جملة اسمية، والنهاردة كلامنا عن الجملة الاسمية فقط، يعني مش هنخوض في الجملة الفعلية عشان تبقى الكلام مركز قوي ومفهوم وبسيط لكل الصغير والكبير. الجملة الاسمية اللي هي بادئة باسم. طب ايه هو الاسم؟ هو ما دل على شيء معين. فلو قلت مثلا كلمة شجرة، فالكلمة هنا اسم. طب ايش عرفني انها اسم؟ لانها بتدل على حاجة ورسمة معينة في عقلك. فانا لما قلت لك شجرة شفت انت الجذع والورق الاخضر، فتخيلت منظر الشجرة قدام عينك. في اي ازمنة هي برضو اسمها ايه؟ شجرة. طب نضيف لها الف ولام هتبقى الشجرة. طيب هنا بقت اسم، دي بقت ايه؟ يبقى نوع الكلمة هنا اسم وليس فعل، لان الفعل بيدل على حدث وحاجة بتحصل. الاسم دلالته حاجة معينة بتترسم في دماغي وفي عقلي لما بقولها. فقلت مثلا الجندي، خلاص يبقى رسمت صورة في عقلي لإنسان شايل سلاحه واقف على حدوده، اسمه جندي. اسمه ايه؟ جندي. فأصبحت الكلمة اسم. وقد يكون الاسم دوت معرف بألف ولام، تمام، زي اللي احنا كاتبينه. قد يكون اسم إشارة، وده طبعا الكلام ده مش للطالب الثانوية العامة الكبير، لا ده لكل الناس. اسم إشارة كلنا عارفينه، هنعيده دلوقتي. قد يكون اسم موصول، قد يكون ضمير، قد يكون علم وغيره. وهنعدد بقى دلوقتي مع بعض، هنعمل تعدد لأشكال الأسماء. طب ايه هي اسماء الاشاره يا طالب يا صغير، وليه سموها اسم اشاره؟ اسم الاشاره هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، ذلك، تلك، اولئك، وذلكم، وتلكم. زي قوله تعالى ذلكم مما علمني ربي. هذا وهذه وهذان وهاتان، وكل واحدة لها استخدام. أنا كطالب بقى صغير بقول هذا مفرد مذكر، هذه مفردة مؤنثة، هذان مثنى مذكر، هاتان مثنى مؤنث، هؤلاء جمع بنوعين. طب ذلك وتلك وأولئك وذلكم وتلكم، دي اسمها إشارة للبعيد. إشارة إيه؟ للبعيد. اللغة بتاعتنا لغة جميلة ولغة فياضة، فلما اقول هذا يبقى انا اشارتي لحاجة قريبة. طب لما اقول ذلك اشارتي لحاجة بعيدة. فالاستخدام اللغوي للكلمة بدلالة معينة، فالجزئيات دي مش عشوائية. طب اسماء الموصول: الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللائي، اللاتي، ومن، وما الموصولة العامة، ده برضو اسم. واحد يقول لي ما مستر الذي دي ملهاش معنى، اقول لك لا، الذي هي اسم ملوش معنى لكن وراه جملة اسمها جملة الصلة، وجملة الصلة هي اللي بتكمل معنى اسم الموصول. والكلام ده على الثانوية العامة في حصصه وهنكمل مع بعض. وقد يكون الاسم ده على هيئة ضمير، زي أنا ونحن وهو وهي وهما وهم وهن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. دي ضمائر اسمها ضمائر الرفع. يعني ايه ضمائر الرفع؟ يعني لا يأتي هذا الضمير إلا مبتدأ. طب يعني ايه علام؟
العلم هو ما دل على شخص بعينه، زي مثلا محمد علم لإنسان، فاطمة علم لمؤنث، مصر علم لبلد. عندك قطة في البيت اسمها سيمبا، اسمها بوسي، ده اسمه علم لقطة. فالعلم لفظ أطلق على شيء معين. طب واحد يقول لي مستر ما هو ده اسم ما فيهوش ألف ولام. لا، الأعلام لا تقترن بالألف ولام، لكن تكتسب صفة الاسم والتعريف. صفة الاسم وايه؟ والتعريف. فالمهم عندي ان الجملة بتاعتي بدأت باسم. بدأت بايه؟ باسم. فتصبح الجملة جملة ايه؟ اسمية. حددنا الجملة وقلنا انها جملة ايه؟ اسمية. فبقول مثلا هذا، نبدأ بقى نشتغل الإعراب. هذا طالب متميز. الجملة هنا في عندي حاجة اسمها أساسيات، وعندي حاجة اسمها فضلات الكلام. الجملة لا تقف عند الأجزاء الأساسية، وإنما الجملة بتمتد لأشياء معينة بإعرابات معينة والمعنى. يبقى أنا كطالب لازم أفهم المعنى الأول عشان أبدأ أعرف. وأساس كلمة أعرب الرجل أو إعراب أي توضيح المعنى. طب هذا طالب متميز، هذا قلنا دي اسم إيه؟ إشارة. يبقى الجملة جملة إيه؟ اسمية. طب الجملة الاسمية أساسها إيه؟ المبتدأ وخبره. يعني إيه؟ لكل مبتدأ خبر. هل يمكن كطالب صغير ما يجيش مبتدأ؟ طب ممكن ما يجيش خبر؟ مش ممكن. كطالب من المرحلة الثانية ثانوي الجملة أساسها عنده المبتدأ والخبر، دي أساسيات لغوية. طالب ثانوية عامة بقى لا، قد يحذف المبتدأ، قد يحذف في حالات معينة هو عايزة كده ويحفظها. إنما أنا كطالب صغير لا، أنا لسه بحط أساسيات اللغوية بتاعتي. الجملة الاسمية أولها مبتدأ وتنتهي بخبر. انا ما قلتش الخبر بيجي فين، انا قلت الخبر متمم معنى الجملة. الجملة هنا جملة ايه؟ اسمية. يبقى في اركان اساسية اللي هي المبتدأ والخبر. قول معايا، الركن الاساسي للجملة الاسمية يا كل طفل يا كل ام بتعلم عيالها لازم تبص لنوع الجملة وتقول له يا حبيبي المبتدأ وراه خبر يتمم معناه. طب المبتدأ ماله؟ مرفوع. طب والخبر ماله؟ مرفوع. فعامل الرفع هنا الابتداء. مفيش حاجه بقى اسمها مبتدأ منصوب ومجرور والهجس ده اللي احنا بنسمعوه في النحو. المبتدأ حكمه الرفع، الخبر حكمه الرفع. رفعنا ماشي. فنبدأ نعرف هذا اسم ايه؟ اشاره. هذا من المبنيات بالمره. اسم الإشارة واسم الموصول والضمير، قول ورايا اسم إشارة واسم موصول وضمير من المبنيات. يعني إيه من المبنيات؟ يعني هذا أهو، حط ضمة هتنطقها هذا. طب حط كسر هتنطقها هذا. طب هتحط كسر هتنطقها هذا. إذا اللفظ لم يتغير آخره فيصبح مبني. إذا لم يتغير آخر حركة على الكلمة فهي مبنية ثابتة على وضعها. هذا في كل موضع اعرابي هتقول هذا، يبقى اللفظ مبني اي انه لم يتغير اخره بتغير موقعه الاعرابي. نبدا نعرف هذا اسم اشاره. جميل. وقع في جمله اسميه. جمله ايه؟ اسميه. يبقى عايز ايه؟ مبتدا وايه؟ وخبر. هذا اسم اشاره مبني في محل رفع مبتدا. محل رفع ايه؟ مبتدا. خلاص بدأنا الجمله صح. المبتدأ. فين الخبر؟ هذا طالب. أخبرت عن هذا أنه طالب. طالب ده خبر ماله؟ مرفوع. بإيه؟ بالضمة. وهنعمل الحلقة الجاية عن علامات الإعراب الأصلية والفرعية عشان نتعلم. هذا طالب متميز. الجملة يا مستر ما وقفتش عند المبتدأ والخبر أساسياتها، أضفنا حاجة معنى، أضفنا كلمة ولها معنى ودلالة. هذا طالب إيه؟ متميز. طب متميز دي وظيفتها إيه في اللغة؟ متميز وظيفة كلمة إيه؟ طالب. يبقى متميز دي اسمها نعت. طب النعت إيه؟ النعت يتبع، يبقى نعت مرفوع. يعني إيه يتبع؟ يعني يعرب كإعراب ما قبله. قد تختلف العلامات لكن الإعراب ثابت. ده مرفوع ده مرفوع زيه، ده مجرور ده مجرور زيه. يبقى الجملة الاسمية ابدأ وانهي. اما لو قلت لك بقى الفتاة،
التي تذاكر بجد متفوقة. جميل. جملة عادية. نبص الأول ونحدد نوع الجملة. الجملة هنا جملة إيه؟ اسمية، يبقى الفتاة يعربها إيه؟ مبتدأ. ماله؟ برضو نفس الكلام، مرفوع بالضمة. الفتاة التي تذاكر بجد متفوقة. طب انا اسال نفسي، في كلام بعد الفتاه كتير قوي، فين خبري؟ انا اخبرت عن الفتاه انها ايه؟ متفوقه. متفوقه دي ايه؟ خبر مرفوع. يبقى انا طلعت اساسيات الجمله الاسميه، ودي النهارده اول حلقه عن تحديد الجمله الاسميه ونوعها، وازاي نتعلم نبدا نحط رجلينا في موضع الاعراب الصحيح. ونسال الله التوفيق لي ولكم، ونسال الله النجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.